يا جماعه الشخصيه الجميله بتبان من التفاصيل الصغيره مش الكبيره. وكان محسن يهتم جدا بالتفاصيل الصغيره البسيطه ديت. يعني مره بتكلم معاه في فيلم الارض، طبعا كل بيقول المليجي وعزة العيل وبتاع كده، اللي كان لفت نظره في فيلم الارض خضره. يعني فعلا خضره دي اللي هي البنت اللي لا لها ارض ولا عيله ولا ذره ولا حاجه، مباح لكل الشباب ومباح الخطيئه، وعمل فيها طبعا نفاس الرماد. كتب فيها طبعا نفاس الرماد ديت. فدي اللي لفت نظره وعمل فيها تقريبا ابدع واجمل اعماله. فالتفاصيل الصغيره دي يا جماعه كانت اهم ما يميز شخصيه اي انسان، وخصوصا الراعي الكبير محسن شوقي. هو الشاعر الكبير سمير بحيري طالب مداخله، بس ثواني بس بس عشان الوقت اتاخر. اتفضل يا استاذ. انا افتكرتها بس. هو الاستاذ عاطف طبعا هيأكد على كلامي ده، الله يرحمه طبعا ويرحم الجميع. لما توفى الاستاذ عبد المعبود الفقي، فالاستاذ عاطف رفع السماعه بيكلمني في التليفون: استاذ عبد المعبود يا استاذ سمير تعيش انت. خلاص بعدها بيوم فبيتصل تاني فبيقول لي: طب الموضوع انت رايك ايه؟ قلت له: انا كتبت قصيده حالا دلوقتي. والكلام ده طبعا ياكد على كلامي. طبعا ده يعني انا هنا مشاعري في الحاله دي، انا موجود في العمار بقالي بالنسبه للصالون هنا مثلا 15 سنه او 12 سنه. طبعا لما توفى الاستاذ انس الله يرحمه نفس الكلام، فبيكلمني فقلت له: طب خلاص انا هكتب قصيده. اتصلت بيه قلت له: كتبت قصيده خلاص. الله يرحمه ايمن سالم لما نفس الكلام برضو. اللي انا عايز اقوله بقى، كان لما الاستاذ عاطف بيكلفني في ان احنا هنعمل تأبين فعايزينك تكتب لنا حاجه، فكنت ببقى جاهز. اليوم اللي هو كلمني فيه الاستاذ عاطف، هو ده سبب بالمناسبه اللي انا طلبت المكالمه، كان هيبقى الصالون بعدها بيومين تقريبا او حاجه، فاتصل بيا لانه عارف ان انا لازم هاجي ايا كانت الظروف، فبيتصل بيا: معلش يا استاذ سمير، عشان يعتذر عن الصالون اللي هو كان موجود ساعتها. فبيقول لي: الاستاذ محسن تعيش انت. قلت له: محسن مين؟ انا اللي جرالي بقى في الحاله دي حاله الذهول اللي لما بلغني الخبر ده ان انا كاني جسمي انفصل عن روحي تماما. فبصيت لقيت نفسي، ده اللي انا عايز اقوله بسبب كده، يعني ان طبعا الحالات اللي تكلمني فيها فكنت ببقى جاهز انفعاليا. الحاله دي اول ما كلمني كده عن الاستاذ محسن، لان عشرتي بيه ال30 سنه اللي فاتت راحت معمقه جوايا الحزن الى درجه ان انا قفلت عن كل حياتي. فبصيت لقيت مرات ابني بعدها بعد ما نزلت بساعتين 3: مالك يا عمي؟ مرات ابني معايا في البيت وكل ولادي كلهم معايا في البيت وكده: مالك يا عم؟ فيك ايه؟ انت شكلك متغير خالص. ايه؟ ده انا مش عارف، انا بعيش في حاله كده، حاله ذهول مش عارف. طب فات يومين، طب فات 3، رحت نادي ادب حلوان فكلمتني منال غانم تقول لي: الله شكلك متغير يا استاذ سمير، في ايه؟ قلت لها: انا عايش حاله حزن مش عارف اخرج منها، عايز اكتب، عايز امسك القلم اكتب، مش قادر، مش عارف اعمل حاجه خالص. خلاص قفلت، خلاص دماغي واعصابي وحياتي اتقفلت خالص. كل ما اروح مكان يسالني: في ايه مالك؟ في ايه مالك؟ فضلت على الحاله دي 25 يوم. لما قابلني الاستاذ عاطف حتى كمان في نادي ادب حلوان، قلت له: انا مش عارف اكتب يا استاذ عاطف عن الاستاذ محسن زايد خالص، لدرجه ان الحزن قفل حياتي كلها. فضلت على هذه الحاله 25 يوم 27 يوم. وجيت بالليل لسه رايح داخل اصلي الفجر والاذان ادن وداخل اتوضى، سبحان الله ان اقعد اكتب القصيده اللي انا قلتها لكم دي 3 ساعات، ونسيت ان انا اصلي الفجر وقمت نمت وانا مش داري بحالي. يعني كنت خارج من حاله حزن كامله. حاله الاستاذ محسن شوقي زايد حاله لن تتكرر في الوجود تاني. اشكركم. شكرا للشاعر الكبير استاذ سمير بحيري.